احنا النهاردة في جولة استثنائية في قلب الساحل الشمالي، مدينة مليانة روح وحياة، مدينة مش مجرد محطة على الطريق، دي بوابة لعالم تاني مليان حركة وأسواق ومحلات ومطاعم، ملاذ أهل الساحل عشان يشتروا كل اللي بيحتاجوه، طبعا بأسعار مناسبة جدا لكل اللي بيجهز شاليه أو عايز يشتري خضار وفاكهة وبقالة بالأسعار العادية، بعيد بقى عن مبالغة الأسعار جوه القرى. فلو عايز تعرف احنا فين، احنا في مدينة الحمام، واللي لما تدخلها هتعرف ان دخول الحمام مش زي خروجه. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. موجودين مع بعض في طريق الساحل الشمالي او طريق اسكندرية مرسى مطروح، ورايحين مع بعض على مدينة الحمام. اللوحات الإرشادية بتقول إن على طول هنروح على مرسى مطروح، والحمام هنعمل يوتيرن عشان نوصلها بإذن الله. على يمنا طبعا هنا عدد من قرى الساحل الشمالي، وقدام الحمام مباشرة بيكون موجود قرى دعاء السماء والمروة وقرية التجاريين. هنعمل يوتيرن لأن مدينة الحمام بتكون على شمالك وانت جاي من اسكندرية، وعلى يمينك وانت جاي من مطروح، وهي عموما قبل الطريق. طبعا احنا لفينا مع بعض وهنجري الصورة شوية لغاية ما نوصل لمدخل المدينة، واللي هي موجودة في الكيلو 62 على طريق اسكندرية مطروح، وتعتبر نقطة البداية لمدن محافظة مطروح غرب اسكندرية. وهنوصل مباشرة على الطريق وخلاص وصلنا للوحة اللي بتوضح ان المدينة على يمنا هنا. هندخل من الطريق السريع لطريق الخدمة عشان ندخل نستكشف مدينة خدمية مهمة جدا في الساحل الشمالي. طبعا شكل الطريق هنا في الجزء ده من الساحل أصغر وأضيق شوية من التوسعة اللي حصلت للطريق قدام عند مارينا والعلمين. كمان زي ما شفنا اليوتيرن بالشكل العادي ومش زي هناك عن طريق الكباري العلوية. احنا طبعا في الجزء اللي انتشر بين الناس في وسائل التواصل الاجتماعي انهم بيسموه الساحل الطيب، واللي بيبدأ تقريبا من الكيلو 21 من عند العجمي ولغاية مارينا، واللي تعتبر الحد الفاصل بين الطيب والشرير اللي بيبدأ من بعدها. احنا بقى بنزور النهاردة المدينة اللي تعتبر ملاذ اهل الساحل الشمالي، وهنا بنشوف محلات وانشطة على كل لون، كاوتش على الموتيل على تكييفات. واحنا خلاص قربنا جدا من مدخل المدينة، والكوبري اللي حضراتكم شايفينه هو كوبري مشاة لأهل المدينة عشان يعديهم على الناحية التانية، ومعالم الحمام بنزينة التعاون اللي موجودة هنا على مدخل المدينة. خلاص دخلنا جوه مدينة الحمام، ولازم هنا أقول مدينة الحمام في كل كلامي، مش هينفع أقول من غير كلمة مدينة. زي ما حضراتكم شايفين بقى هنا بتلاقي كل الخدمات، واللي طبعا مش هتلاقيها جوه القرى، يعني محل بلاستيكات وسوبر ماركت وصيدلية ومعرض أخشاب ومحل سمك وفاكهاني ومحل ألموتيل، وزي ما حضراتكم شايفين سوق ليبيا موجود فيه هدوم وملابس بحر وعوامات وشباشب وحاجات تانية كتير. يعني لو عندك شاليه في الساحل الناس بتجهزه من عفش وأساس من هنا. كمان لو عايز تعمل خشب أو ألموتيل أو حدادة هتلاقيها هنا. موجود هنا ورش كتير وصنايعية بأسعار معقولة جدا. كمان موجود هنا ورش ميكانيكية وقطع غيار للعربيات، عشان لا قدر الله لو حصل لأي حد حاجة طارئة خلال رحلته في الساحل هيقدر يصلح الموضوع هنا. لسه بنشوف على شمالنا برضو عدد ضخم من المحلات، واللي كمان الناس بتيجي هنا عشان تشتري من مدينة الحمام هدايا تذكارية لأحبابهم وصحابهم وأهلهم وإخواتهم. ولسه بنشوف تنوع الخدمات اللي موجودة هنا على شمالنا، من مغاسل عربيات، كمان الناس اللي بيبيعوا السجاد والأقمشة البدوية اللي منتشرة. واحنا في مدينة الحمام، هي مركز إداري تابع ليه عدد من القرى وتابعة لمحافظة مطروح رغم انها أقرب لإسكندرية. الشارع اللي احنا فيه أصلا اسمه شارع اسكندرية، وانت ماشي في مدينة الحمام هتلاقي بعد مجموعة المحلات اللي شفناها الطريق بيتحول وكأنه طريق سفر وكأن المدينة انتهت. لكن دي مش حقيقة، لأن التقل ورا زي ما بنقول. هنعدي الملاحات ونكمل استكشاف مع بعض. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير.
عدينا جزء من الطريق ولسه مع بعض في مدينة الحمام، وطبعا بيدور في أذهاننا جميعا ليه اتسمت المدينة بالاسم ده. إنه بالرغم من أهمية مطروح إلا إنه والوقت مش بعيد قوي ما كانتش أهم مدن الصحراء، بل كانت المدينة اللي احنا فيها أهم المدن. وكانت السوق الرئيسية مش بس في الصحراء الغربية ولكن في شمال أفريقيا. كان بيجي للسوق هنا تجار ليبيا عشان يبيعوا الأغنام ومنتجات الصوف ويشتروا اللي بيحتاجوه من منتجات تانية. كمان كانت الحمام مدينة مهمة أيام الحكم الروماني، وكانت ملتقى التجارة بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وده عن طريق البحر المتوسط. وكانت مصدر القمح الرئيسي لأوروبا، يعني كانت عاصمة الصحراء الغربية. نتيجة لده بقى ولأن كان فيها وعلى أرضها بيتم تصدير حبوب وحصلات زراعية كتير، كان الحمام كتير جدا هنا. وعشان كده سموها زمان ذات الحمام وبعدين الحمام بس، لكن اتحرفت بعد كده للحمام. لكن برضو الاسم ده ليه سبب، ان في رواية تانية ان القوافل التجارية الكتير اللي كانت بتمر من هنا ما كانش فيه حمام للاستحمام على طول الطريق الا هنا. كان التجار بييجوا للحمام ده يستحموا من عرق السفر فتسمت الحمام. كمان في رأي ان كان فيها عدد كبير من ابار المية ومن هنا اتسمت الحمام. لسه مع بعض موجودين في مدينة الحمام، وبنشوف بقى ومن الجزء ده محلات اكتر وانشطة اكتر. والمشهور واللي الناس بتحب تشتريه من مدينة الحمام الكريمات والشامبوهات والبلسم ومنتجات العناية بالجسم بصفة عامة. كمان الزيوت والزيتون من الحاجات المهمة اللي الناس بتشتريها من هنا، سواء خلال إقامتهم في الساحل أو بياخدوها معاهم في أماكن سكنهم الأصلية. لسه موجودين في مدينة الحمام، والجزء ده هتلاحظوا ان فيه عمليات حفر وردم كتيرة، وده عشان بيتم تركيب شبكة الغاز الطبيعي هنا في المدينة. ما زالت المحلات منتشرة على اليمين والشمال هنا، وعدينا على مستشفى الحمام المركزي، ولسه الصيدليات ومحلات الفاكهة ومحلات البويات والكهرباء والقهاوي والمطاعم منتشرة هنا في مدينة الحمام. كمان حاليا في مدينة الحمام بيتعمل مشروع تنموي وتوجه لدلتا جديدة، محطة هنا لتحلية مية البحر ومحطة لمعالجة مية الصرف الزراعي. التحلية هدفها توفير المية لمدينة العلمين الجديدة، ومحطة الصرف الزراعي لإعادة استخدامها في استصلاح 500 ألف فدان غرب الدلتا. هيتم الاعتماد على الزراعات اللي العائد الاقتصادي بتاعها قوي، مع درجة من المتابعة القوية للملوحة ونوعية الزراعات. لسه مع بعض بنشوف المحلات اللي موجودة والمنتشرة هنا، وبنشوف بقى محلات كتيرة جدا، محلات لبيع الفحم وأدوات الشوي، وطبعا اللي بيكون رائع جدا، ومحلات اللي بتبيع أدوات البحر، وحتى محلات اهو تأجير العجل أو بيع العجل، وحتى زي ما حضراتكم شايفين الحلاق موجود، ومحلات أو البروست اللي موجودة هنا جوه الحمام. محلات على كل شكل ولون هتلاقوها موجودة جوه مدينة الحمام. أظن واضح جدا تنوع الأنشطة هنا، وإنك بسهولة هتلاقي أي حاجة تحتاجها. لكن طبعا بعد تركيب الغاز الطبيعي الطريق هنا محتاج يتعمل له عملية تأهيل جديدة. زي ما حضراتكم شايفين اهو محلات كتيرة جدا، ومحلات للدش والإلكترونيات، وهتلاقوا كمان مجموعة من الشوارع المتفرعة والبيوت اللي عايش فيها عدد كبير من أهل مصر. موجود كمان البنك الأهلي المصري على يميننا هنا، وبعديه على طول فرع من فروع المصرية للاتصالات. يعني هتلاقي طبعا هنا في مجموعة من ماكينات الاي تي ام موجودة في مدينة الحمام. كمان موجود على مقربة من مدينة الحمام محمية العميد اللي فيها كتير من النباتات المختلفة والنادرة. وكمان بيمر من الحمام هنا قطر السكة الحديد واللي بيوصل اسكندرية بمطروح، والسكة الحديد دي اتعملت أيام الخديوي عباس حلمي الثاني. وزي ما حضراتكم شايفين
دي صورة لأهل مدينة الحمام سنة 1928 لما زارها الملك فؤاد. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. أنا جريت الفيديو شوية وقدامنا هنا المسجد الكبير وبعده على طول بتكون محطة القطر، لكن أنا بلف من قدام مجلس مدينة الحمام والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وهرجع مرة تانية في اتجاه طريق الساحل الشمالي. القرى التابعة لمدينة الحمام هي العميد وساحل العميد والشمامة وأولاد جبريل وأولاد مسعود وبنجر السكر وعدد تاني من القرى. قدامنا في الصورة هنا سوق الحمام زمان، واللي كان أكبر أسواق الصحراء الغربية. ومن أهم الآثار الموجودة في الحمام قلعة العميد أو العمودين، واللي أنشأها الظاهر بيبرس. سكان مدينة الحمام هم في الغالب من القبائل العربية في المنطقة، زي السنقرة وأولاد خروف والعشيبات والكميلات والقنيشات والعراوة والقطيفة وغيرهم. نمط الحياة زي ما حضراتكم شايفين، رغم ان هو يعني موجود فيه عدد كبير من المحلات، وعشان احنا موجودين في الصيف بيكون بالشكل اللي شايفينه، لكن هو عموما نمط حياة هادي. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين متوفر كل الخدمات الأساسية والترفيهية والتجارية موجودة هنا في مدينة الحمام. ما زلنا مع بعض بنستعرض الخدمات اللي ملهاش حصر وموجودة هنا، سواء على يميننا أو على شمالنا. ورغم غرابة اسم الحمام إلا أنه متكرر في عدد من القرى في مصر، زي قرية الحمام في بني سويف، وقرية الحمام في أسيوط التابعة لمركز أبانوب، وقرية الحمام في أسوان. كمان في سوريا قرية الحمام بعفرين، وقرية الحمام بالرقة. اعتقد وزي ما احنا شايفين، اي حد يحس انه محتاج اي حاجة ويشعر انه مش هيلاقيها في قريته في الساحل، اعتقد وزي ما احنا شايفين اكيد هيلاقيها هنا باذن الله. الاسعار كمان هنا ممكن نقول عليها اسعار مميزة جدا، وفي كتير من المنتجات المستوردة. يعني الاسعار للخضار والفاكهة واللحوم والبقالة مش ممكن تقارنها بالاسعار داخل القرى، تكون اقل بكتير. غير بقى احساسك بالامان لوجود كل انواع الخدمات الطبيه هنا في المدينه. احنا لسه مع بعض بنستعرض الخدمات الكتير اللي موجوده في مدينه الحمام، وبنتفرج على شكل ونمط الحياه اللي موجوده هنا في المدينه. الرحلة مع بعض ما زالت ممتدة، وعلى شمالنا هنا مدرسة الحمام الثانوية بنات. وزي ما حضراتكم شايفين، احنا لسه بنستعرض عدد كبير من المحلات، وكمان بنستعرض عدد كبير من الشوارع الفرعية اللي بتتفرع من شارع اسكندرية الرئيسي. والشارع اللي قدام حضراتكم ده هو شارع الجيش، واللي منه بنوصل لمركز الشباب هنا في الحمام، وموجود فيه مدرسة خديجة الإعدادية بنات، وإدارة المرور، ومكتب البريد، والسجل المدني، واسم الشرطة. أعتقد الصورة بقت واضحة جدا زي ما حضراتكم شايفين، وهنجري بقى الصورة شوية تاني في اتجاه رجوعنا مرة تانية على طريق اسكندرية مرسى مطروح أو طريق الساحل الشمالي. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير.
قدامنا هنا مجموعة من العمارات الحديثة نسبيا واللي فيها عدد من المحلات وعدد من العيادات والصيدليات والخدمات المختلفة. يعني بالفعل هتكون المدينة دي مهمة جدا لكل اللي موجود في الساحل الشمالي، لما هيحتاج خدمة هيلاقيها موجودة هنا بشكل كبير. على الجانب التاني بقى ما زالت المحلات منتشرة، وورا المحلات دي على طول موجود مشروع الإسكان الاجتماعي هنا في مدينة الحمام. والجزء بقى اللي بعد الجزء ده واللي انا قلت لحضراتكم عليه ان انت بتحس ان هو بيتحول لطريق سفر، فهو موجود فيه الملاحات اللي موجودة هنا في مدينة الحمام، وهنتفرج عليها وهنشوفها يمين وشمال الطريق في خلال رجوعنا لطريق اسكندرية مرسى مطروح او طريق الساحل الشمالي، واللي بيكون قدامنا على طول مجموعة من قرى الساحل الشمالي. واحنا دلوقتي على طول في اتجاه البحر. لسه موجودين في الشارع الرئيسي وهو شارع اسكندرية، وبنتفرج على أجواء الحياة جوه مدينة الحمام اللي هي في قلب الساحل الشمالي بالفعل، وفي الكيلو 62 من طريق اسكندرية مرسى مطروح. وبنجري الفيديو شوية في اتجاه خروجنا على الطريق الرئيسي. وقصة مثل دخول الحمام مش زي خروجه، ان واحد ايام الدولة العثمانية كتب على حمام شعبي ان الدخول مجانا عشان يجذب الناس، فالزباين دخلت وبعد ما خلصوا حموم لقوا ان صاحب المكان بيطالبهم بفلوس عشان الخروج. ولما قالوا له انه كان كاتب ان الدخول مجاني قال لهم بس انا مش كنتش كاتب ان الخروج ليه حساب. ومن هنا طلع المثل. بالفعل رجعنا للجزء الاولاني من المدينه، واللي فيه جزء كبير من الناس لما بيجوا بيتخيلوا ان هو ده الجزء الوحيد اللي موجود جوه مدينه الحمام، بيشتروا احتياجاتهم كلها من هنا. لكن الجزء اللي دخلنا له جوه شويه بتكون الاسعار اقل من المحلات اللي موجوده هنا، وكمان في تنوع اكتر في الانشطه. بالفعل احنا خارجين زي ما حضراتكم شايفين على طريق الساحل الشمالي مره تانية، وبيكون على طول قدامنا هنا قريه دعاء السماء وجنبها قرية المروة. وأول ما بنطلع من هنا بيكون موجود على يمنا شركة المية. هنتمشى مع بعض شوية صغيرين وهنطلع من طريق الخدمة على الطريق الرئيسي في اتجاه كده احنا رايحين في اتجاه اسكندرية، ورايحين في اتجاه سيدي كرير، وبعديه العجمي، وبعديه الماكس، وبعدين اسكندرية. احنا هنجري الصورة شوية لغاية ما نطلع للطريق الرئيسي، وبيكون بعد 2 أو 3 أو 4 كيلو بالكتير بيكون في الكارتة الخاصة بالساحل الشمالي. أتمنى إن رحلتي النهاردة واللي كانت في مدينة الحمام تكون عجبتكم، ونكون اتعرفنا على مدينة جديدة جوه الساحل الشمالي، مدينة خدمية بشكل كبير وعايش فيها عدد من أهل مصر. أتمنى إن الرحلة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.